اهلا بكم من جديد. وموضوع الدهون ده بقى اللي فيه قولان. خلينا نبدا بس يا دكتور بسؤال اتسالناه امبارح او حركه يعني قعدنا نتريق عليها شويه، ان انا طبعا احنا بنتكلم في حاره الطباخين على سلسله الانجازات ومسجل وتشيك مارك انا بعمل كذا. حد اقترح ان انا النهارده هجيب الشوربه عشان يعني كل ما احتاج شوربه يبقى معايا شوربه، هاخدها هجمدها وهاخد وشها، وبعد ما اخد وشها اطبخ بيه تاني. صح تمام. فاحنا كده عملنا حاجه ولا ما عملناش؟ طب خلينا اول نتكلم عن انواع الدهون وبعدين نتكلم عن الاكشن ده. هل هو ده اللي يخلينا النهارده عايزين بقى نركز في التقسيمه اللي الدكتور هيقول لنا عليها. صح. عشان نعرف طب انا شلت السمنه اللي اوريدي الدهون اللي كانت موجوده، طب عشان ما احطش زيت فانا كده عملت حاجه ولا لا؟ بالظبط. يبقى اذا مش هنخلط حابل بنابل. بالظبط. خلينا نتكلم اول حاجه كشكل تقسيم كيميائي للدهون. في دهون مشبعه ودهون مشبعه وغير مشبعه، وفي تقسيمه تانية للدهون، الدهون الطويله والدهون المتوسطه او القصيره. طب لو انا عايز اتكلم عن الدهون دي، مين فيهم اصح حاجه او مين اكتر حاجه مش بتترسب لكن بتتحرق وتديني طاقه؟ هنقول ان الدهون غير المشبعه هي الكويسه او النافعه في الصنف الاولاني، لكن التصنيف الثاني هنقول الدهون المتوسطه او القصيره هي الافضل من الدهون الطويله. اشمعنى افضل؟ لان هي عندهاش قابليه عاليه للترسيب، ما بتترسبش قوي في جسمي لكن بتتحرق وتديني الطاقه. اما الدهون الطويله او الدهون المشبعه هي اللي عندها قابليه اعلى للترسيب في جسمي. انا حاسس الموضوع كبير مني واحنا عايزين نفهم انا هاكل ايه. يعني انت عمال تقول لي كيمياء ودهون ومشبع ومش مشبع، انا عايز افهم دلوقتي انا داخل السوبر ماركت، انا هشتري ايه؟ اشتري دهون ولا اشتري زيوت؟ اشتري سمنه ولا اشتري زيت زيتون؟ الزيت الزيتون افضل بكتير، والزيوت النباتيه بشكل عام افضل بكتير من الدهون الحيوانيه. ليه؟ لان الزيوت النباتيه بتحتوي على نسب اكبر من الدهون غير المشبعه والدهون المتوسطه اكتر من الدهون الحيوانيه. لكن الدهون الحيوانيه زي الزبده او السمنه البلدي او جلده الفرخه او حته الدهنه اللي في اللحمه او شويه زيوت كمان من السمك، دول يعتبروا دهون حيوانيه اللي بيبقى فيهم نسبه اعلى من الدهون المشبعه وفيهم نسبه اعلى من الدهون الطويله التي تمتلك قابليه عاليه للترسيب في جسمك، فبتسبب لك السمنه والامراض الصحيه المرتبطه بالسمنه. تمام. يعني يعتبر اننا نشيل الوش نشيله ونرميه يا جماعه، خلاص يعني احنا بنستبدله بقى. عايزين لازم طشه الملوخيه والكلام ده كله تبقى بزيت.